النهارده الملتقى العربي الخامس لرواد الخير والعطاء، المستشار منصور القاضي والسكرتيرة. النهارده جميع الدول العربية جايين بشكل حضاري وشكل جميل، يقولوا إن مصر آه، أم الدنيا. واحنا بنقول لك كل سنة وانت طيب ومنور الدنيا. تقول ايه جناب المستشار؟ وأنتم منورين إن شاء الله في مصر، أرض الكنانة، مصر أم الدنيا، مصر أرض الحضارة. نحن في اليوم هذا الجميل، اليوم المميز في هذا المناسبة. طبعا أتينا الحضور ويشرفنا أن نكون حاضرين في هذا الملتقى من أجل أن تكون الأمة العربية أمة واحدة، والشعب العربي هو شعب واحد ولا يفرقه شيء. فتحيا مصر وتحيا الأمة العربية. وتحية اليمن الشقيقة، بلد الحب والخير. معانا السكرتيرة طبعا هي أردنية. عايزة تقولي إيه النهاردة في الملتقى اللي جامع الدول العربية وبيشهد إن مصر فعلا رائدة؟ أول شيء يعطيكم ألف عافية. أهلنا في مصر وفي جميع الدول العربية. مصر مش أول زيارة لها، وكل شيء مميز ما شاء الله من ناحية الاستقبال والاهتمام، ومن ناحية الشخصيات المصرية قديش هي قلبها طيب. وألف تحية للدكتور المستشار منصور القاضي لسعيه في نشر السلام والتنمية بين المجتمعات الدولية، ومن الدولية داخليا المحلية. فهو دائما بيسعى نحو السلام. وتحياتي للدكتور قصرين بحقه، وان شاء الله انه فعلا بيكون هناك سلام داخلي وسلام خارجي، ولطف ومحبه بين جميع الاحبه في هذا الملتقى. دايما يا رب تحياتي لكم ان شاء الله. بالسلام ومصر ام الدنيا. وللسلام يجمع العرب ويجمع الشعوب العربية. كان معانا المستشار منصور القاضي، شخصية مميزة، شخصية دولية، وشخصية فعلا غنية عن التعريف. ومعي كابتن رغده اسماعيلي، الكابتن الدولي رغده، دكتور رغده اسماعيلي من المملكه الاردنيه الهاشميه، مدير فرع الاردن للمجلس العربي وسكرتيره لرئاسه المجلس. تمام، بالتوفيق يا رب، ومصر دايما تبقى رائدة في جمع وشمل الأحبة في كل مكان. تحيا مصر تحيه. وتحيا أرض العطاء.